تخيل أن رزقك ينقص وصحتك تضعف وأنت لا تدري لماذا. تخيل أن أقرب الناس إليك قد يكونون سببا في ذلك دون قصد. نعم، هناك أسئلة قد تبدو بريئة، لكنها تفتح أبواب الحسد والعين على مصراعيها، ولا يجب أن تجيب عليها أبدا. وقد أكد العلماء أن العين حق، وأن تأثيرها قد يصيب الإنسان في رزقه وصحته من غير علمه. لهذا فإن اليقظة والانتباه واجبان على كل مسلم ومسلمة، ويكفي أن نعلم أن كثيرا من حالات الضرر تقع بسبب الغفلة عن هذه المعاني الدقيقة. فكن دائما على وعي، ولا تسمح لأحد أن يسرق بركتك بكلمة أو سؤال. قبل أن نبدأ، لديك تحد سريع. اضغط زر الإعجاب الآن. اكتب في التعليقات: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صل على النبي 5 مرات من قلبك، لأن كل صلاة على النبي تكتب لك أجرا، وتعرض عليه صلى الله عليه وسلم، وكل كلمة تكتبها ستشهد لك يوم القيامة. الموقف الأول: السؤال عن النعمة بتفاصيل زائدة. حين يسألك شخص، حتى لو كان قريبا أو حبيبا، عن تفاصيل دخلك أو رزقك أو صحتك، انتبه جيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتحرز من العين والحسد، وأرشدنا إلى ستر النعم وعدم كشفها إلا للضرورة، فإن كثرة الحديث عن النعم قد تثير مشاعر الغيرة والحسد حتى من أقرب الناس دون أن يشعروا. لذلك تعلم أن ترد بإجابات عامة، ولا تفصل في وصف رزقك أو نجاحك. وقد روى المحدثون أن النعم إذا ظهرت بغير حذر قد تثير الحسد، مما يؤدي إلى نقصانها أو زوالها. والستر هنا ليس من باب الجبن أو الخوف، بل من باب الحكمة والحرص على دوام النعمة. وقد كان السلف الصالح يخفون أرزاقهم عن الناس اتقاء للعين والفتنة، ولهذا جعل الإسلام الستر عبادة تثاب عليها، ووسيلة لحماية النفس من الشرور الخفية. الموقف الثاني: السؤال عن الخطط المستقبلية بتفاصيل دقيقة. ومن أخطر الأسئلة التي قد تسرق بركة رزقك وصحتك: ماذا تنوي أن تفعل؟ ما هي خططك القادمة؟ فقد علمنا النبي الكريم أن البركة قد تحبس بسبب الحسد، وكان يرشد إلى الكتمان حتى تتحقق الأمور. فالخطط المستقبلية أشبه ببذرة صغيرة تحتاج إلى الستر والرعاية قبل أن تظهر للناس. وقد أوصى الفقهاء بالتحفظ في إظهار النيات والمشاريع حتى تكتمل وتثبت، لأن العيون الحاسدة قد تسبق الأحداث وتفسد الأمور. ومن المعروف أن الكثير من المشاريع والأفكار تفشل بسبب الحديث عنها مبكرا، فكلما زاد الإنسان في الكتمان زادت فرص النجاح والتوفيق بإذن الله. والحكمة تقول: نجاح الأعمال في كتمانها، وهو مبدأ ثابت في الشريعة والعقل معا. الموقف الثالث: السؤال عن تفاصيل العلاقة الزوجية أو الأسرية. حين يسألك أحدهم عن سعادتك الزوجية أو استقرار بيتك أو علاقتك بأسرتك، فاحذر، فإن العين قد تفسد أجمل اللحظات وأقدس العلاقات. وقد حثنا النبي الكريم على كتمان أسرار البيوت وعدم كشف تفاصيلها للناس مهما كانت درجة القرب أو المحبة. وقد بين العلماء أن عرض تفاصيل الحياة الخاصة، خاصة في العلاقات الزوجية، قد يكون بابا لوقوع الحسد أو حتى تدخلات غير مرغوبة تفسد العلاقة. والأحاديث الشريفة تحث الزوجين على حفظ أسرار البيت وكتمانها، لأن ذلك جزء من حفظ الكرامة والسعادة الزوجية. وكان السلف يعتبرون الحديث المفرط عن أمور البيت من سوء الأدب وضعف الحكمة، فكلما كان البيت أكثر سترا كان أكثر حفظا من الأذى والمحن.
الموقف الرابع: السؤال عن الأولاد والذرية بإسهاب. ومن الأسئلة الخطيرة أيضا: كيف حال أولادك؟ ما أخبارهم؟ في أي مدارس يدرسون؟ فالتفاخر أو التفصيل الزائد قد يفتح باب الحسد عليهم، والرسول علمنا أن نستعيذ بالله من شر الحاسد إذا حسد، وأن نحسن الدعاء لأولادنا دون التحدث بتفاخر أو استعراض أمام الآخرين. وقد أوصى أهل العلم بأن تكون أخبار الأولاد محفوظة ومحدودة عند الحديث عنها، لئلا تصيبهم أعين الحساد وتؤثر على صحتهم أو مسيرتهم. وكثير من الروايات تشير إلى أن العين قد تصيب الطفل في قوته وعقله ومستقبله. وكان من سنة السلف إذا أثنوا على ولد أو نجاح أن يبركوا ويدعوا له بدلا من الإفراط بالثناء. لذلك لا تفتح مجال الحديث المفصل عن أولادك لكل من يسأل ولو بحسن نية. تذكر دائما: ليس كل سؤال يستحق إجابة، وليس كل محب معصوم من الغفلة أو الحسد. اجعل ستر نعمك عادة، والكتمان درعا واقيا لرزقك وصحتك وأهلك. وتذكر أن الرزق لا يحميه إلا شكر الله وحسن التدبير، فلا تفتح أبواب الحسد بيدك. وقد دلت التجارب والدراسات النفسية على أن كثرة كشف الخصوصيات تسبب القلق والنزاعات وفقدان البركة. كما أن العلماء أوصوا بأن يحفظ الإنسان نفسه بالذكر والتحصين وعدم التحدث بكل تفاصيل حياته أمام الجميع. والستر صفة من صفات عباد الله الموفقين الذين يحافظون على نعمهم ويحسنون شكرها. فكن منهم، واحفظ سرك ونجاحك، تكن من الفائزين بإذن الله. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا أن أهم شيء هو أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق أسفل الفيديو، وندعم هذا المقطع بالإعجاب كي ينتشر بين الناس، فنكون قد ساهمنا في نشر الخير وتعميم الفائدة للجميع، وبذلك نكون قد أخذنا أجرا عظيما من الله عز وجل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فكلما شاركنا هذه الفائدة مع الآخرين نكون قد ساهمنا في نشر العلم والبركة في حياة الجميع. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا. بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.